في حاجات ما تتقالش، بس مش عشان هي مش مهمة، لكن عشان اللي بيقولها مش هيستحمل صوتها وهو بيطلع. المذكرات ديت مش شكوى ولا اتهام، ده اعتراف اعترفته بيني وبين نفسي، بس اعتراف اجى متأخر من أمي افتكرت إن الحب عمره ما يوجع. أعرفكوا بنفسي، أنا اسمي نوال، عندي 47 سنة، أم الولد واحد، وده كان اختياري وغلطتي ونعمة ربنا ليا. مش بطلة ولا ست خارقة، لكن أنا واحدة زي آلاف الأمهات اللي حياتهم بدأت من أول ما يوم شافوا طفلهم فيه ونسوا نفسهم بعدها. أول مرة مسكت إيده كان قلبي بيرتجف، مش من الفرحة بس من الخوف. الخوف ده كبر معاه، كبر لما عيط، كبر لما وقع، كبر لما دخل المدرسة، كبر لما بقى أطول مني. أنا كنت دايما شايفة الدنيا وحشة، مش عشان هي وحشة فعلا، لكن عشان ابني فيها أبوه مات بدري، والناس افتكرت إن المصيبة في الطريق إن أنا اترملت، بس المصيبة الحقيقية إن كان في قرار إن أنا أبقى الأم والأب والدنيا والحيطة والظهر لابني. كبر، كبر وهو شايفني دايما صاحبة القرار، أنا اللي اختار الأكل واللبس والصحاب والطريق. كنت فاكرة إني كده بحميه، ما كنتش فاهمة إن أنا كده بفرض نفسي عليه، وإن أنا كده بكسر نفسه. وفي يوم قال لي ماما سيبيني أجرب. ضحكت وقلت له تجرب إيه؟ ما فهمت استوعبها، ما فهمت ساعتها إن الكلمة دي كانت أول إنذار. كبر وأنا كبرت معاه في القلق، وهو بيكبر وأنا أضيق عليه أكتر حياته. دخل جامعة مش على مزاجه. سكت، بس قلبي كان دايما بيسألني هو أنا كده اخترت له الصح؟ سافر مشوار من غير ما يقول، أعيط بس ما اعترفش. كان كل يوم بكتب في الدفتر عشان ما انفجرش. أنا بحسه، أنا بحبه، بس ليه حاسة إن أنا بخسره؟ وفي ليلة رجع متأخر، وشه مش وش ابني. قلت له بهدوء هو انت كنت فين؟ رد بنبرة عمري ما سمعتها، مش لازم اقولك يا ماما. الكلمة دي دخلت في صدري زي مسمار. من اليوم دوت بقينا ساكتين، مش متخاصمين بس ساكتين. السكات ده كان أقسى من أي خناقة. لقيت نفسي براقبه وبراجع وبحاسب، لحد ما في مرة لقيت رسالة على الموبايل مش ليا. ما قريتهاش، بس حسيت إن خرجت من حياته. الليلة دي كتبت في المذكرات يمكن أنا السبب، يمكن خوفي زاد، يمكن الحب لما بيزيد بيخنق. تاني يوم قال لي كلمة عمري ما انساها: انت ليه دايما شايفاني مشروع فاشل؟